غزل المحله كانت عشمانه تاخد بونت من النادي الاهلي، بس غزل المحله ما تعرفش ان هي بتلعب قدام النادي رقم 1 في الشرق الاوسط، قدام النادي رقم 1 في افريقيا. النهارده غزل المحله عملوا ماتش كويس وعملوا ماتش حلو، وبرده بقول لهم هارد لك مفيش مشكله، بس انا نفسي ان هم برده اللعب اللي لعبوه قدام النادي الاهلي ده النهارده يلعبوه قدام كل الفرق، مش يلعبوه بس قدام النادي الاهلي، بس ان هم بس بيموتوا نفسهم عشان خاطر الماتش متشاف، عشان خاطر مصر كلها بتتفرج على الماتش، او كل المدربين بيتفرجوا على الماتش عشان خاطر هم بيلعبوا قدام النادي الاهلي، اكبر نادي في مصر واكبر قلعه رياضيه في الوطن العربي. ولكن نفسي ان هم يلعبوا بالمستوى ده قدام الفرق الثانيه عشان خاطر غزل المحله ما تهبطش. غزل المحله بينافس على الهبوط، معنى ان هم يعملوا كده قدام النادي الاهلي ان هم عايزين يظهروا، مفيش مشكله، بس نتمنى برضو ان هم يلعبوا كده قدام كل الفرق الثانيه. انما النهارده امام عاشور بنقول له يا امام تسلم رجليك، عاشور عاشور عاشور، الفرحه النهارده بقياده عاشور، طبعا جايب هدف والاجمل واروع من كده من ضربه ثابته على طول، قفشه بيصلحها له عشان هو يشوطها في الجون، طبعا بيتدربوا عليها في التدريبات يا جماعه. الكره الثابته دي لو نفتكر برده كانت عبد الظاهر السقا كان بيجيبها جون، كان على طول الثعلب يبازيها لحازم امام يلمسها يخش على طول عبد الظاهر السقا بيجيبها جون، وعبد الظاهر السقا قال لك فعلا الكابتن الجولي كان ايه بيدربنا على الكوره ديت، ومهما الجون يروح عليها هتيجي فيه جون. طبعا النهارده بنقول للشناوي انت راجل المباراه، الشناوي طبعا عمل اللي عليه، الشناوي برده شال كور ما تشالش، طبعا الشناوي بيثبت وجوده ان هو حارس مرمى مصر الاول، ان هو حارس مرمى النادي الاهلي الاول. الشناوي هو الشناوي رغم كل الناس اللي بتغير منه وبتحقد عليه وعايزين يقول لك الشناوي يقعد، الشناوي كبر، لا الشناوي لسه ولسه قدامه كتير. الشناوي رقم 1 في النادي الاهلي، الشناوي رقم 1 في منتخب مصر. بقول لكل الاهلاويه مبروك للنادي الاهلي، النهارده النادي الاهلي بيتصدر المركز الاول برصيد 29 نقطه، وهنشوف بكره حرس الحدود هتعمل الكمين لبيراميدز وهتعمل له الكمين وهتقبض عليه في الحدود، وان شاء الله ان شاء الله تتعادل معاه وياخد بونت وده ياخد بونت عشان خاطر النادي الاهلي يبقى الاول برصيد 29 نقطه. مبروك لكل الاهلاويه، مبروك للنادي الاهلي.